تشكيلة النادي الاهلي اللي هيلعب بها النهارده يستروب امام ايجل نوار الرواندي في تمام الساعه الثامنه. هنبدا الاول بحراسه المرمى على طول. عندنا مصطفى شبير. طب محمد الشناوي عنده اجهاد شديد وعنده نزله برد، فعشان كده مش هيلعب مباراه النهارده. هنبدا بالباك ليفت. الباك ليفت عندنا برضه احمد نبيل كوكا عنده كارت احمر. هيلعب مين مكانه؟ هنلاعب محمد شكري، وده اساسا مركز محمد شكري الاساسي، لكن هو كان مصاب فهو رجع من الاصابه دلوقتي ولازم يثبت نفسه عشان يستمر مع النادي الاهلي. وفي الباك يمين مفيش غيره الكابتن محمد هاني نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. وثنائي الدفاع هيكون ياسين منعي وياسر ابراهيم، الاثنين عاملين اداء كويس جدا في الفتره الاخيره في النادي الاهلي، بينهم وبين بعض تناغم كبير، فعشان كده هم هيلعبوا في ثنائي الدفاع. في نص الملعب هيلعب بمروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان بسم الله ما شاء الله عامل اداء عالمي في الفتره الاخيره، بيثبت نفسه في كل مره مع النادي الاهلي. من اول ماتش لعب فيه مع النادي الاهلي وهو بيثبت نفسه مع النادي الاهلي. وبالنسبه لمروان عطيه فمروان عطيه لاعب كبير وفيه تناغم كبير بينه وبين زيزو وبين محمد علي بن رمضان وكمان محمد هاني، فمروان عطيه لاعب كبير. وهنخش بقى على الهجوم. هنلعب في الجهه اليمنى في الهجوم بزيزو نجم مصر ونجم النادي الاهلي. زيزو عامل اداء عالمي في الفتره الاخيره بسم الله ما شاء الله على زيزو. وفي الجهه اليسرى المايسترو اشرف بن شرقي نجم النادي الاهلي، نجم الجهه الشمال بتاعه النادي الاهلي، لاعب تاريخي يا جماعه، لاعب عالمي بيلعب الكوره عارف هو بيعمل ايه. وبعد كده تريزيجيه هيلعب على طول تحت الهجوم. تريزيجيه سرعه واداء ومهاره وروح واخلاص للنادي الاهلي وحب كبير للنادي الاهلي اللي بيعمله تريزيجيه ده مش طبيعي مع النادي الاهلي. وفي الهجوم طبعا نظرا لغياب محمد شريف عن لاعب جريديشار هيكون هجوم النادي الاهلي. دي التشكيله اللي لازم يستروب يلعب بها النهارده امام نادي ايجل نوار الرواندي في تمام الساعه الثامنه مساء. توقعاتكم معايا لهذه المباراه؟